السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم في فيديو جديد. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، احنا بنصور بالليل، ويعني طالعين من بيتنا عشان نصور لكم في المزرعة طبعا. فياريت يعني تدعمونا باللايك والاشتراك، يعني من باب يعني المحبة. والله انا احبكم في الله يعني، وانتوا ناس بفضل الله، يعني ناس محترمة كلكم، كل الناس اللي بتشاهدنا ناس كويسة بصراحة، تدعمنا مع قلة ان احنا يعني بنطلع على اليوتيوب. فشكرا للناس اللي بتدعمنا، وطبعا الناس اللي هي مهتمية بالتربية بشكرهم كلهم. ان شاء الله نتناول مع بعض في الفيديو دون، هنتكلم على البرد طبعا، اسبابه وعلاجه وكل الكلام ده هو النهارده هنتكلم عليه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، البط بفضل الله حجمه بفضل الله كويس في العمر العاشر. النهارده 10 يوم، فبفضل الله يعني الدورة ماشية كويسة. الحمد لله، ربنا كرمنا بعنا 100 جوز. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ان شاء الله هنبتدي برضو يوم السبت ان احنا نوزع في الباقي الموجود دهون. عشان ما اعطلش حضراتكم، نخش مع بعض في الموضوع. طبعا البرد واللي بيجي للطيور، طبعا اسبابه وعلاجه والوقاية من البرد، كل ده هنتكلم عليه النهارده في فيديو النهارده. طبعا يا جماعة، أول مشاكل البرد هو طبعا تقلبات الجو، يعني مرة حر مرة ساقعة. درجات الحرارة انت حضرتك مش ظابطها في المكان، فطبعا دي من أول المشاكل اللي بتحصل للبرد. دي أول مشاكل بتتم، بيكون من ضمن يعني من أول سبب من الأسباب. والسبب التاني التكتيم على الفرخ او على البط او على اي طائر. يا جماعة لازم تفهموا ان انت بتتعامل مع طائر، يعني روح. فعايز هوا زي ما حضرتك بيلزمك الهوا. الواحد فينا لو قاعد في اوضه مقفله ما فيهاش شباك ما بيتحملش الكتمه، وبيحاول انه يفتح شباك او غيره او يفتح الباب. فنفس الكلام برضو الطيور نفس الكلام. ممكن يجي لها برد بسبب ان هي متكتم عليها، ويحصل معاها طبعا البلغم. لان ريحة الامونيا يا جماعة طبعا من اوسخ الرائحات اللي الواحد يمكن شمها في حياته. ريحة الامونيا اللي هي البراز بتاعة البط. طبعا ديك ريحة الامونيا لما تجفل المكان خالص، وريحة الامونيا بتطلع، بتسبب بلغم وتسبب البرد. وتلاقي الفرخ اصلا هو مش بردان، يعني جسم عظمه مش بردان، بس هو ريحة الامونيا هي اللي بتعمل معاه المشاكل دهيا. فحابين يعني ان احنا يعني نعرف حضراتكم ان تاخد بال حضرتك من التهوية، مكان يكون نظيف مفهوش الامونيا. لان الامونيا يا جماعة كارثة، يعني قنبلة في قلب المكان، قنبلة موقوتة في قلب العنبر. ممكن حضرتك لو عندك كمية يجوا يعني يموتوا بسبب ان الامونيا يعني عالية. وطبعا احنا بنتفادى الامونيا طبعا برش الجير على الارض. بس طبعا دوت قبل ما تستلم طبعا البط، لان في حالة استلمت البطة واستلمت الفراخ ما ينفعش ترش، لان هتطلع برضو على صدرهم وهتعمل لهم برضو البرد، يبقى انت ما عملتش حاجة. يعني انت الكلام ده بترشه قبل ما تستلم الدفعة بتاعت حضرتك اللي انت هتربيها، عشان برضو ما يحصلش البرد معاك. اللي هي الناس بتشوف ان هو برد، بس هو في الطبيعي ما بيبقاش برد. لان هو البرد احنا زي ما الناس كلها عارفة، البرد بيجي يا اما من حر زايد وطلعت مثلا في الهواء فبيحصل معاك برد، ده الطبيعي. لكن التاني ده طبعا بيبقى عفرة، مثلا من الجير اللي حضرتك حاطه، من ريحة الامونيا، عشان انت مكتم على على الطيور بتاعتك، فبيحصل معاك اعراض البرد الشديد. طيب انا الفراخ عندي او البط او اللي هو حصل عنده البرد، اتعامل معاه ازاي؟
طبعا يا جماعة تملي نقوله في حالة المرض نشتغل بالأدوية. أما في حالة إن مفيش مرض، مفيش مشكلة إن أنا أشتغل بالأعشاب. يعني أنا في حالة الأمراض هشتغل بالأدوية، أما مفيش مرض فهنشتغل بالأعشاب. طبعا شغل الأعشاب كويس طبعا في حالة إن لو مفيش مرض. أما لو في مرض فإحنا هنشتغل بالأدوية. وطبعا الدواء اللي هيبقى معانا النهاردة طبعا هنشتغل بالدوكسي. وطبعا الدوكسي بيعالج طبعا البلغم وبيعالج البرد. الدوكسي ده طبعا بيطري هتروح لاي واحد بيطري تجيبه من عنده في وقت، وان شاء الله تقدمه دكتور. طبعا هتحطه طبعا على المية، بتحطه على المية. طبعا الجرعة زي ما احنا عارفين في الأدوية، الجرعة يعني نلتزم بالجرعة الموجودة على العلبة أو على الكيس. الشركة المصنعة أفضل حد يديك الجرعة للدواء اللي حضرتك اشتريته. أفضل حد يديك الجرعة بتاعته هو الشركة المصنعة، لا البيطري ولا المربي ولا أي حد. اللي هيديك الجرعة المظبوطة الشركة المصنعة، لأنها هي عارفة حطت من دوك ايه ومن دوك ايه، وهي اللي عاملة كل مكونات الدواء، فهي أفضل حد يديك الجرعة. فهنشتغل بالدوكس يا جماعة. وطبعا الدوكس هنشتغل بيه زي ما الشركة برضو هتلاقيها قايله لك برضو من يوم ل2، من يوم ل3، من يوم ل5، زي ما الشركة قايله لك هتعمل زي ما قالت لك. طب ده مكتوب عليها بالانجليزي وانا مش عارف اقرا انجليزي. خش يا باشا على اليوتيوب، اخش على البتاع ده على جوجل، وطبعا صور الكلام اللي هو مكتوب بالانجليزي وترجمه بالعربي. فالامر بسيط للي عاوز ان هو يفهم. الامور كلها بسيطة مش صعبة. يا ريت يا جماعة برضو لو هنشتغل بالاعشاب. طبعا لو هتشتغل بالاعشاب زي ما احنا قلنا مش في حالة المرض، هيكون في الوقاية. واحنا طبعا الوقاية من البرد. طبعا نشتغلوا في خلطة موجودة على القناة، ممكن تخش تبص عليها للبرد، علاج البرد. طبعا دي ساعتها كنا مربين دورة فراخ، فممكن تبص على الفيديو دون او تكمل، او اقول لك برضو تشتغل بالنعناع. النعناع طبعا يا جماعة كويس للبرد. لو حضرتك عاوز تشتغل بدواء بشري ممكن يكون نشتغل بالاسبرين، مفيش مشكلة. بس طبعا احنا بنفضلش الادوية البشري لعلاج الطيور، لان الادوية البشري احنا اللي بناخدها، فمش عايزين ناخد منها مناعة. وبعد كده الواحد يجي الله يقدر لو جاله شوية برد او اللي هو او اي مرض، وانت الطير اللي انت بتاكله دوك طبعا واخد نفس الادوية وحصل لك منها مناعة. فبعد كده بتيجي تاخد الدواء فما بيحصلش ان حضرتك العلاج فترة العلاج بتأخر معاك جامد. فاحنا مش عايزين يعني نأذي نفسنا، فنشتغل بالبيطري. في طبعا ادوية بيطري، الادوية البيطري متوفرة كتير فنشتغل بيها. زي ما قلنا لحضراتكم الاعشاب طبعا نشتغل بالنعناع والليمون، مفيش مشكلة برضو لعلاج البرد. وفي طبعا خلطات تانية كتير، بس طبعا انا مش عايز اخد وقت حضراتكم، نبقى نعمل لها فيديو لوحدها. ولو حضرتك وصلت لهذه المرحلة من الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك. اني احبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.